السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في شهوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. كي كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحلويات ديال اللوز بالعجين. كيجيو صراحه روعه، لا في الشكل ولا في المذاق. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالعجين بطبيعه الحال اللي غادي نوجدو. غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير. كي كتشوفوا معايا عندي هنايا نصف كيلو ديال الدقيق، عندي واحد القبيصه د الملح، عندي 125 غرام ديال الزبده من اصل حيواني. غادي نضيف هنايا 2 معالق كبار ديال سكر كلاصي. غادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. الزبدة من الأفضل يعني تكون من أصل حيواني، يعني من الأحسن تكون نوعية جيدة. غادي نخلط هاد المكونات كاملة وغادي نرملها مزيان مزيان. كي كتشوفوا معايا حتى كتدخل ديك الزبدة كاملة في ديك الدقيق، ضروري ما نرملو هاد المكونات كاملة مزيان. زدت هنايا نصف كأس ديال ما زهر كي شفتوا معايا، ومن بعد غادي نبدا نضيف نصف كأس ديال الماء بالتدريج حتى كتجمع لي يعني العجينة ديالي. يعني الا احتاجيت الماء كنزيد، يعني حتى كتكون معايا واحد العجين اللي ما كتكونش يعني قاصحه وما تكونش خفيفه. غادي ندلكها هكا كي كتشوفوا معايا واحد شويه، ومن بعد غادي نوضعها في واحد البلاستيك الغذائي. كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا، ما كيكونش خفيف وما كيكونش قاصح في نفس الوقت. غادي نخليها في هذا البلاستيك الغذائي وغادي نوضعها في الثلاجه ونخليها حتى كترتاح مزيان. بالنسبه للوز، هنا عندي كيلو ونص ديال اللوز. انا غادي نستعمل كميه كثيره وممكن ديروا غير نصف المقادير. هنايا ضفت 4 المعالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف زبده مذابه حتى هي استعملت نوعيه جيده. ودرت هنا 3 المعالق كبار ديال الجليكوز، وغادي نضيف 3 المعالق حتى ل4 ديال المزهر. وغادي نخلط كل شيء مزيان باش غادي نحصل على العقده د اللوز. بطبيعه الحال انا اللوز هنايا راني طاحنه بالسكر، يعني ممكن طحنوه يعني غير في الدار وممكن طحنوه في الزنقه. بالنسبه للعجين ديالي من بعد ما ارتاحت، باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا هنايا سرحت العجينه ديالي. الا كانت عندكم الاله اللي كتسرح العجينه يعني من الاحسن باش كتجي رقيقه، ما كانش يعني غير بالدلاك كنسرحوا العجين ديالنا. بالنسبه للشكل الاول هنا قطعته غير بالكاس، غادي نقطعها كدوائر كي كتشوفوا معايا بالكاس. صافي من بعد ما يعني قطعتهم كاملين، غادي ناخذ ديك العقده د اللوز ديالي كنشكلها لكريات كاملين، كنوضعهم في وسط ديك العجين. وغادي نبدا نلف هكا كي كتشوفوا معايا باش كنشكل كويره. من الاحسن ما يكونش شيطنا العجين من اللور، يعني حتى الا كان عندنا العجين زائد كنحيدوه. صافي وكناخذ هذا المرشم هذا، يعني كندوز ديك الكره في شويه ديال الدقيق باش ما تلصقليش في المرشم. شفتوا معايا انا ما كيبقاليش كاع الفائض ديال العجين من اللور. صافي كنضغط بهذا المرشم هذا وكنتحصل يعني على هذا الشكل هذا. كيجي زوين بزاف صراحه وسهل. ها نتوما كتشوفوا سهل بزاف يعني في التحضير. غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، يعني راه الفيديو شارح نفسه ساهلين. وغادي نوضعهم في صفيحه اللي كتدخل الفرن بطبيعه الحال، صافي حتى نكمل يعني الكميه اللي عندي كلها، ونبقاو نستعينوا بشي شويه ديال الدقيق باش ما تبقاش لصقنا العجين. بالنسبه للشكل الثاني حتى هو سرحت العجين وخديت هاد القطاعه يعني على شكل دائري حتى هي، ولكن مشنفه من الجنيبات. غادي نقطع العجين حتى هو كامل، يعني بهاد القطاعه هذه كاملين نقطعهم دائريين. وناخذ العقده ديالي غادي نشكلها هنايا على شكل حربول. بالنسبه للعقده راه تنشكلوها كامله عاد كنبداو نخدمو. انا غير كنوريكم هنايا يعني الطريقه. صافي كنبدا نحطها في الوسط وكنجمع هكا الجنيبات عليها. صافي وكنثبت مزيان العجين باش ما يتحليش فاش نكون كنطيبهم. هكا شكل يعني ساهل. غادي ناخذ ابيض البيض، غادي ندير معاه واحد المعلقه ديال ما زهر باش كتحيد ديك الزفوريه ديال البيض. وغادي ناخذ هنايا اللوز مهرمش. غادي نبدا نوضع ديك الجنيبات ديال هاد الحلوه ديالي في الابيض البيض ونعاود ندوزهم في ديك اللوز مهرمش. صافي وهذا هو الشكل الثاني. صافي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الكيفيه، يعني ديك الجنيبات كنديرهم في ابيض البيض وكنعاوتاني ندوزهم يعني في ديك اللوز مهرمش حتى هما، حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله نوضعها حتى هي في صفيحه اللي كتدخل الفرن. ومن بعد غادي ندوزو باش نشوفوا الشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث غادي
نحتاج ضروري ديك يعني الآلة. كنخرج يعني العجين ديالي على شكل اشرطه. الا ما كانش عندكم غادي تسرحوا العجين يكون رقيق، وتاخذوا عفوا القطعه ديال البيتزا وتبداو يعني ديروا واحد الشرائط هكا اللي كتكون رقيقه. وكناخذ العجين ديالي، كان عجينه ديال اللوز عفوا، كان نشكلها على شكل كريات، وكنبقى ناخذ ديك الشرائط يعني واحد 3 ولا 4، وكندورهم عليها بهذا الشكل كي كتشوفوا معايا. كنبقى هكا ماشيه جنيب مع جنيب حتى كنغطي ديك العقده يعني كامله، كنخلي غير ديك الفوقاني. من بعد كناخذ هنا اللوز، من الاحسن يكون هذا اللوز هذا اللي الحجم ديالو صغيور، وكنبدا يعني نتكهم هكا في الوسط 3 ديال الحبات. كي شفتوا معايا الفيديو راه شارح نفسه، غير تبعوا المراحل سهله، وكيجيو شكيلات اللي هما زوينين وكيوجدوا بسرعه. صافي حتى هذا الشكل هذا غادي نستمر هكا بنفس الكيفيه كي قلت لكم. كناخذ هاد الخويطات هادو وندوزهم على ديك العقده ديال اللوز صافي حتى نكمل. من بعد كناخذ ديك الحبات ديال اللوز وكنثبتهم هكا من الفوق تليته هكا كي كتشوفوا معايا. صافي وغادي نوضعهم في صفيحه الفرن كي كتشوفوا معايا، وغادي نخليهم حتى كيتجمعوا. الا وجدتهم الصباح نخليهم حتى الليل عاد نطيبهم، والا وجدتهم بالعشيه نخليهم حتى لغد ليه الصباح عاد نطيبهم. بالنسبه لهذا الشكل هذا غادي ناخذ واحد الابره اللي كنعقمها وغادي نتكهم هكا في الوسط باش ملي كنطيبهم ما يتنفخوليش في الوسط. صافي وكنشعل الفرن ديالي وكنخليهم كندخلهم حتى كيطيبوا. كنشوفوهم يعني طابوا، يعني ما نخليوهمش حتى كيتحمروا، يعني غير كياخذوا واحد اللون اللي هو هكا كي كتشوفوا كيبقاو في هذا اللوين هذا. صافي كنخرجهم. بالنسبه لهادو اللي درت لهم اللوز يعني كندهنهم غير بالناباج، نزينهم بديك الورق ديال الاكل الذهبي. صافي وهادو اللي درت لهم ديك الجنيبات هكا في اللوز ده هما كندهنهم بالناباج بطبيعه الحال. وغادي ناخذ العجينه ديال السكر وغادي نوضعها في مول ديال السيليكون على شكل هكا بابيون، وغادي نبدا نوضعها هكا في ديك الوسط. كي شفتوا معايا هكا خديت المول السيليكون وخديت هكا واحد شويه ديال العجين ديال السكر، كندير ديك البابيون هكا وكنوضعها في ديك الوسط. كيجي كي كتشوفوا معايا الشكل ديالها زوين. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. وراني من قبل كي شفتوا راني دهنهم بالناباج كاملين، دهنتهم بالناباج. هذا هو الشكل ديالها، شفتوا كيجي الشكل ديالها زوين. وهذا الشكل الاخر. بالنسبه لهذا الشكل هذا كناخذ العجينه السكر كنطلقها من قبل. كندهنهم بطبيعه الحال كي قلت لكم راه كاملين كندهنهم مزيان بالناباج. كنسخن شي شويه ديك الناباج وكندهنهم كاملين. ومن بعد غادي ناخذ العجينه ديال السكر غادي نسرحها، وكناخذ 2 ديال القطاعات. هنا غادي نوريه لكم. كيكون واحد كبير شويه واحد صغر منه. شفتوا معايا هكا هاد 2 قطاعات كنقطع دوائر، واحد كبير واحد صغير. كنوضع هكا واحد في وسط واحد، وكي شفتوا معايا كندير هكا وكنبقى نلوي باش كنحصل على واحد الوريضه. كنقادها هكا بيدي وكنحيد الفائض من التحت. صافي وها هي الوريضه كي شفتوا معايا ساهله وكتجي زوينه بزاف. شفتوا معايا كنوضعها هكا في الوسط، وديك الناباج راه كيخليها تلصق على الحلوه ديالي. صافي هكا غادي نستمر بنفس الكيفيه، يعني كنقطع ديك الوريضات هكا وحده كبيره وحده صغيره. كي شفتوا انا نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه راها ساهله. صافي وكنبدا نلويهم وكنحل ديك الوريضه ديالي هكا في الجنيبات وكنحيد ديك الفائض من التحت ونبدا نلصقهم عليها كاملين. صافي هكا ها هي الوريضه ساهله. الفيديو راه شارح نفسه. شفتوا معايا الديكور كي كيجي رائع، وتا هما كنوضعهم بطبيعه الحال في الكويغطات. صافي حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا ديال اليوم. كي شفتوا معايا كيجيو راقيين صراحه في المنظر. المذاق خلاص ما نهضروش عليه، يعني الحلويات ديال اللوز المذاق ديالهم تيجي رائع. شفتوا معايا من بعد ما زدت لهم ديك الورق الذهبي اللي قلت لكم ديال الاكل، حتى هو كيعطي واحد المنظر زوين. هذا هو الشكل الاول اللي حضرت معاكم، وغادي نوريكم الشكل الثاني بطبيعه الحال عن قرب كي كيجي حتى هو. هذا هو الشكل الثاني، وغادي نوريكم كذلك الشكل الثالث. صراحه يعني كي شفتوا معايا طريقه اللي هي سهله وبسيطه، ولكن صراحه كيجيو زوينين في المنظر. كي شفتوا معايا شوف كي كيجيو مستفين في البلاطو، كيجيو صراحه روعه لا شكلا ولا مذاقا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله.
وعواشركم مبروكه، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه والرزق والعافيه وكل ما كتمناو ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.